ديكو لما قال عن ميركاتو برشلونه احنا بنعمل في صمت ما كانش بيهزر، طلع بيتكلم بجد. النهارده يا صديقي هنتكلم على انضمام الموهبه روني بابن سوريا الى فريق برشلونه، رسميا انضم الى فريق برشلونه. في نفس الوقت موعد اعلان صفقه نيكو ويليامز وبيان الرحيل اللي بيجهزه نيكو ويليامز دلوقتي لفريق اتلتيك بلباو. في نفس الكلام انسو فاتي بيمشي عن فريق برشلونه وتجديد عقد فرانك ديونج، فعندنا كلام وعندنا تفاصيل كتيره جدا يا صديقي العزيز. بس طالما وصلك الفيديو، اللايك بتاعك الجميل، السبسكرايب بتاعك لو بتوصلك الحلقات، اتاكد ان انت عامل سبسكرايب. عاوزين نوصل 5000 سبسكرايبر، فالموضوع بالنسبه لنا يعني مش صعب قوي ان نوصل 5000 سبسكرايبر، وكمان اللايك بتاعك بيفرق بشكل كبير جدا يا صديقي. وهيا بنا يا صديقي العزيز ندخل في التفاصيل مع بعض واحده واحده. اول حاجه انا عايز اقولها لك ان مبدئيا وكيل نيكو ويليامز بلغ اداره اتلتيك بلباو بالرحيل رسميا، فخلاص الراجل قال لهم احنا كده كده هنمشي خلاص في الميركاتو ده، مش هنكون موجودين معاكم في الموسم اللي جاي. في نفس الوقت اللي فريق برشلونه بدا ان هو يجهز اوراقه القانونيه لفسخ التعاقد بتاع نيكو ويليامز من فريق اتلتيك بلباو. ليه بدا ان هو يعمل شويه حاجات احتياطيه وحذر؟ برشلونه خايف من الالاعيب بتاع الليجا الاسبانيه زي الموسم اللي فات، فبدا يشوف اي حاجه الليجا ممكن ان هي بتتلكك عليها، بدا ان هو ياخد لها خطوات استباقيه في عامل لجنه قانونيه كده عشان تخلص القصه دي، عشان يبدا ان هو يخش من غير وجع دماغ، يبدا ان هو يخلص الصفقه على نظافه وزي السكينه في الحلاوه. نفس الوقت ده نيكو ويليامز كمان جاب محامي، تعاقد مع محامي جديد عشان برضه يخلص نفس الموضوع ونفس الاجراءات، بحيث ان هم عايزين يخلصوا القصه ديت في افضل حل. لكن الموضوع الاتفاق تم بين فريق برشلونه وبين نيكو ويليامز، العقد لمده 6 سنين هيتمدد لحد سنه 2031 ان شاء الله يكونوا موجودين مع بعض باذن الله. نيكو ويليامز عاوز ومصمم على فريق برشلونه في نفس الوقت اللي فيه فريق بايرن ميونخ بيعرض على نيكو ويليامز عقد جديد براتب ضخم، لكن نيكو ويليامز بيرفض ممكن للمره الثانيه او الثالثه الانضمام لفريق بايرن ميونخ، ومصمم على الانضمام لفريق برشلونه. لكن فريق بايرن ميونخ عنده يعني فكره هنا، وهي فكره ايه؟ هو بيلعب على فكره الليجا ممكن يحصل تعثر في الصفقه، ان برشلونه ما يقدرش يجهز المقابل المادي، ان ممكن ما يقدروش ان هم يسجلوه لاي سبب من الاسباب، فهنا يكون هو الاوبشن الثاني عند نيكو ويليامز وان هو ياخد نيكو ويليامز في الموسم اللي جاي. فهنا بايرن ميونخ بيلعب على النقطه ديت، ان هو عايز الصفقه تتعثر على اي حاجه، فيكون هو الوحيد اللي تحت عين نيكو ويليامز فينضم للفريق في الموسم القادم. لكن الراجل واضح جدا ان هو انا مش عايز انضم غير لفريق برشلونه في الموسم اللي جاي. وحاليا نيكو ويليامز بيجهز بيان الرحيل او فيديو للرحيل عن اتلتيك بلباو، وبيجي يظبط كده الموضوع، لان الموضوع تقريبا صفقه متوقع ان هي يتم الاعلان عنها مش دلوقتي، ممكن بعد اسبوع تقريبا. ليه بعد اسبوع؟ بعد اسبوع بعد ما يعدي معاك 1 يوليو ان شاء الله، على ما تخش في الموسم الجديد، فتخش معاك في الموضوع الميزانيه والمقابل المادي بتاع الموسم اللي جاي، فتخش عليها في دي. فبالتالي قبل 1/7 اعلان عن الصفقه او انهاء الصفقه هيكون تقريبا شبه مستحيل بالنسبه لفريق برشلونه، فالاعلان عن الصفقه هيكون ممكن من 1 ل2 تقريبا، ده المتوقع، من 1 ل2، او على الاقل انك تروح تدفع المقابل المادي في الليجا وان انت تخلص في الشرط الجزائي في 1 أو 2 يوليو ان شاء الله. في نفس الوقت ده برشلونه كان عاوز يقسط المقابل المادي لاتمام الصفقه، لكن اتلتيك بلباو رفض تماما بند التقسيط. انتوا جايين تدفعوا لي شرط جزائي وجايين تقسطوا، انا مش هعمل الكلام ده. فبالتالي برشلونه بيجهز المقابل المادي عشان يخلص صفقه، ودي يمكن هي عشان كده قلت لك الصفقه هتتم ممكن 1 أو 2. ليه؟ عشان يجهز يخش في الميزانيه بتاعه الموسم الجديد، لان حاليا اتلتيك بلباو رفض فكره التقسيط. عايز تاخد نيكو ويليامز ادفع لي الفلوس، طالما انت كده كده هتاخده غصب عني، لان طبعا اتلتيك بلباو مش عايز نيكو ويليامز يمشي، وكان عنده اوبشن او كان بيحاول ان هو يكسر العقود عنده مقابل ان هو يجدد نيكو ويليامز، ونيكو ويليامز بيكون موجود معاه في المواسم اللي بعد كده، انه شايف ده بالنسبه له هو المشروع اللي يقدر يبني عليه في المواسم اللي بعد كده. لكن نيكو ويليامز طبعا رفض التجديد وصمم على الانتقال لفريق برشلونه. دي اخر المستجدات في قصه نيكو ويليامز لحد دلوقتي اللي احنا موجودين فيه، وكل يوم طبعا بيطلع عندنا مستجدات ان شاء الله. لكن في نفس التوقيت ده صفقه روني رسميا بينضم لفريق برشلونه، لاعب اشول بيلعب في نفس المركز بتاع لامين يامال. في ناس بتشبهه بايدن هازارد، بيقول لك ايدن هازارد الجديد، موقف ده 1 ضد 1 مميز جدا بالنسبه له، بيلعب على الطرف اليمين زي ما قلت لك مكان لامين يامال. وزي ما قلت لك قبل كده ان هو جاي يكون عمق السكواد بشكل كبير جدا، ان الراجل ده انتوا عايزين ان هو يكون موجود يعمل روتيشن مع لامين يامال، ياخد في بعض المباريات السهله، ينزل في بعض الدقائق، فبالتالي ياخد معاه. وفي بعض الاقوال يقال ان هو هيتم اعارته، لكن هي صفقه مجانيه بالنسبه للفريق، مش مجانيه يعني صفقه مقابل 2 مليون يورو.
يعتبر ببلاش. زي ما قلت لك في الحلقه بتاعت روني من من يومين او 3 ايام تقريبا لما كنا بنتكلم عنها، قلت لك ان العقد ده بتاع اللاعب ده هينتهي في 31 ديسمبر اللي جاي، فبالتالي الا لو برشلونه حب انه يبدا معاه الفتره التحضيريه. هانز فليك كان عاوز انه يبدا معاه الفتره التحضيريه، فبالتالي دفعوا ال 2 مليون يورو عشان الراجل يبدا معاهم الفتره التحضيريه ما يجيش في الشتاء. وهنا اقدر اقول لك ان الفريق بيشتغل على اكتر من محور، ودي نقطه مهمه جدا جدا بالنسبه لميركاتو فريق برشلونه، ان هو بيحاول يعمل عمق للسكواد، مش عاوز يكون السكواد فقير زي الموسم اللي فات. الموسم اللي فات كان بيجي لك بعض الماتشات انت ما انتش لاقي لعيبه اصلا تلعبها، وكنت بتعتمد على اللعيبه في غير مراكزها، فبالتالي هو السنه دي تحس ان هو شغال على الميركاتو ده بشكل كويس جدا، ان هو حتى لو في بعض الصفقات اللي زي دي بتيجي زي صفقه راشفورد اللي بيتكلموا فيها، صفقات مش مكلفه وبتيجي تكون عمق السكواد بشكل كويس جدا. الصفقه زي ما قلت لك 2 مليون يورو مع نسبه اعاده بيع بالنسبه لنادي كوبنهاجن ب 15% لو تم اعاده البيع بتاعته ان شاء الله. طبعا بالتوفيق ليه. طبعا على حسب المعلومات المتاحه ان هو اصوله سوريه، اتولد في الكويت بيلعب في كوبنهاجن، فهي ايه لفه طويله عريضه كده. فلو حد من حبايبنا في سوريا بيتابعنا يقول لنا يعني السيره الذاتيه بتاع اللاعب يفيدنا فيها بشكل اكبر. نفس التوقيت النهارده ان خلاص فابريزيو رومانو طلع اعلن قصه ادالك الهيرو جو على انسو فاتي، ان انسو فاتي رسميا بيرحل لفريق موناكو اعاره. وديت نقطه ان اللاعب هياخد بعض الخبرات لو هو محتاج اي خبرات او اي حاجه، فيكون بقى عنده بعض الخبرات اللي هو ياخدها في الفتره اللي جايه. انسو فاتي بعيد جدا عن المشاركات من فتره طويله جدا، ومع ذلك الراجل بيبدا ان هو كان بقى خد بعض الماتشات في الموسم اللي فات فلسه بعيد، فالراجل عاوز يحط رجله في الملعب كده يلعب، يتم بعد كده يشوف الدنيا بالنسبه له عامله ازاي، وبعدها يقرر هل هو يرجع تاني الفريق ولا ما يكونش موجود في الفريق في الموسم اللي جاي. لان انت عارف ان الميركاتو ده ميركاتو عنيف جدا بالنسبه لفريق برشلونه، لكن في نفس التوقيت هو بيجدد عقد فرانك ديونج، بيفكروا خلاص في تجديد العقد بتاعه، وده هيساعدهم شويه في موضوع الرواتب وما الى ذلك، فبالتالي هتكون نقطه مهمه ونقطه ايجابيه. لان برشلونه مش شغاله برضه في موضوع الرواتب فري، هي عندها مشكله برضه في موضوع الرواتب، فبتحاول ان هي تظبط قصه الراتب ده على قد ما تقدر. نفس التوقيت ده هو او موضوع الرواتب ده هو الكلام بتاع صفقه ليفاندوسكي، زي ما احنا اتكلمنا في الحلقه بتاعت اول امبارح عن موضوع ليفاندوسكي، او من يومين تقريبا اتكلمنا عنه، وقلت لك ان ليفاندوسكي ممكن يرحل عن فريق برشلونه في الموسم ده بشكل كبير جدا، الا لو ليفاندوسكي قرر تخفيض الراتب بتاعه. ليفاندوسكي يقال ان الراتب بتاعه 32 مليون يورو في الموسم، رقم ضخم جدا جدا جدا، ممكن بياخد اضعاف لعيبه من اللعيبه برضو الصف الاول الموجوده في فريق برشلونه، فبالتالي دي نقطه مهمه جدا، فهم عاوزين يخفضوا الراتب بتاعه. فهنا الشرط بتاع ليفاندوسكي او الشرط بتاع برشلونه مع ليفاندوسكي، عايز تقعد عندك حاجتين: هتخفض الراتب بتاعك الموسم اللي جاي حوالي 50%، وده رقم كبير جدا. هل ليفا هيقبل بالكلام ده ان هو يخفض مرتبه 50% في الموسم اللي جاي؟ فده الشرط الاولاني بالنسبه لفريق برشلونه. الشرط الثاني بالنسبه لهم ان هو هيتقبل فكره انه ممكن يقعد دكه في الموسم اللي جاي، ودي نقطه مهمه جدا جدا، ان هو الموسم اللي جاي بيتم النظر ليفاندوسكي ان هو لاعب سكواد مش اللاعب الاساسي، وده الكلام اللي قاله هانز فليك. عشان كده صفقة راشفورد اتوقع ان هي هتحصل في الموسم ده بشكل كبير جدا، ان بس هي قصة ليفاندوسكي هيقبل ولا مش هيقبل الكلام ده. فكرة ان انت تجيب لاعب اساسي ولاعب من الهدافين في الموسم اللي فات ومن هدافين الفريق وكان له دور مؤثر جدا في الموسم اللي فات، وبعدين تيجي تقول له انت هتقعد دكه وفي نفس الوقت هتخفض مرتبك للنص، هل ليفاندوسكي يقبل بالكلام ده او ما يقبلش؟ انا مش صراحه يعني حاسس ان هي صعب على ليفا، لان ليفا نفسه لسه واخد خبطه من يومين، وهي موضوع سحب شاره الكابتنه، وبعد كده طلع يتكلم في الميديا ويقول لك انا اتكلمت مع المدرب دقيقه واحده، وكانت قصه طويله عريضه كده. فليفاندوسكي واضح ان شخصيته من الشخصيات اللي هي هيكون صعب عليه، ان انت برضه لعيب كبير، فانت فكره انك تيجي تقول له الكلام ده فبتبقى تقيله برضه عليه. بس هنا برضو فريق برشلونه بيعمل على صفقه انهاء ماركوس راشفورد انه يكون موجود في الموسم اللي جاي في فريق برشلونه على سبيل الاعاره، وبعد كده ممكن يكون مع اولويه الشراء، وبيلعب على حته نفس الكلام برشلونه عندها الموسم ده، حته انت عايز تيجي برشلونه لازم تكون انت من جواك عايز تيجي برشلونه، مش انت جاي برشلونه عشان خاطر انت تيجي برشلونه وخلاص، لا انت تكون مصمم. فده اللي بيلعب عليها في الموسم ده، زي ما عمل الصفقه بتاعت نيكو ويليامز وشغال على نيكو ويليامز هيموت ويلعب فريق برشلونه في الموسم ده. نفس الكلام ماركوس راشفورد اتعرض عليه فرق كتيره جدا من فريق مانشستر يونايتد ان هو يروحها،
كلهم رفض ان هو يخفض الراتب بتاعه الا لفريق برشلونه. ففي نهايه الميركاتو اعتقد ان الصفقه هتتم، وماركوس راشفورد هيكون لاعبا في فريق برشلونه في الموسم اللي جاي، وغالبا هيكون هو المهاجم الاساسي بالنسبه لفريق برشلونه. وهنا الرهان هيكون على هانز فليك. في فرق بتعمل ميركاتو، في فرق بتغير جلد في الموسم اللي جاي. فريق برشلونه بيغير جلد بشكل كبير جدا جدا. هانز فليك مش عاوز ان هو يقول لك انا كسبت من اللعيبه ديت فهكمل بيهم في الموسم اللي جاي، لا هو بيقول لك لا انا عايز الموسم اللي جاي اكون احسن من الموسم ده. فبالتالي بيعمل على مراكز كتيره جدا. تخيل كده نيكو ويليامز، رافينيا، لامين يامال، قدام ماركوس راشفورد او ليفاندوسكي، دول يكونوا هم مراكز الهجوميه بالنسبه للفريق. اعتقد هتكون صفقات مميزه جدا جدا بالنسبه لفريق برشلونه في الموسم اللي جاي. لحد هنا صديقي نكون اتكلمنا في حلقه النهارده. اتمنى الحلقه بتاع النهارده تكون عجبتك. لايك، اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، قول لي رايك في الحلقه في الكومنتات. اشوفك حلقه تانيه جديده، وسلام.